الفنون المسرحيه الاكثر من رائعه هي الستاند اب كوميدي، وبقى حاجه بنعملها نوع في وزاره الخليج كتير جدا جدا. واحد من نجومها الصاعده يعني انا شخصيا بستمتع جدا لما بقعد اسمعه. ارجوكم رحبوا معايا بالفنان المصري الكوميديان الرائع وليد ابو المجد. تعالوا نتفرج عليه. في إشاعة انتشرت في مصر مؤخرا بتقول إن أنا رفيع. مش إشاعة؟ ابدا. لا أنا مش متضرر من الموضوع إن أنا رفيع، أنا متضرر من النتائج المترتبة على إن أنا رفيع. أنا أصلا لما اليوم اللي اتولدت فيه أبويا بيسأل الدكتور بيقول له ولد ولا بنت؟ قال له عمود فقري. أنا شايف له حاجة، ده مش باين منه أي حاجة. فأكتر ناس بقت تحبني في العالم هم مين؟ شركات الطيران. ما بشغلش اي حيز في الطياره، اول ما يشوفوني تعالى خد يا وليد خش اركب جنب الشنطه، حط جنبه شنطه، بيحطوا جنبي 3 4 شنط وحاجات كده. فبيستخدموني كاكسسوار، بيملوا بيا اي فراغ موجود في الطياره يملوني بيه. عشان كده انا بالنسبه لهم حد مميز جدا. اسكت انا اسكتش. قلت هلعب حديد. فرحت الكابتن بتاع الصاله، رحت داخل عليه بكاركتر مدعي جدا. قلت له مساء الخير يا كابتن عايز العب حديد. قال لي وقعد يضحك فتره. قلت له حضرتك انا مش جاي اقول لك العب في ودانك، انا بقول لك العب حديد. ايه اللي بيضحك؟ قال لي مش عارف والله. خلاص بقى يعني امضي لي على تعهد. هو انا جاي اعمل عمليه قلب مفتوح؟ تعهد ايه اللي امضيهولك؟ المهم مضيت له على التعهد ودخلت الصاله. صاله الحديد اول ما دخلت لقيت فيه خرتيت نايم على الارض. اول ما الخرتيت شافني انت ياض، قلت له ايه يا باشا في ايه حضرتك؟ انت ياض عايز ايه يا عم؟ انت عايز ايه؟ اقف على بطنك. اعمل ايه يا فندم؟ اقف على بطنك. يا عم اقف على بطنك التعبيط، اقف على بطنك اعمل ايه؟ بقول لك اقف على بطنك. يا عم امشي على بطنك النهارده، اقف على بطنك بكره تقول له اقعد على رجلي ما تسرح. هربت اقف على بطنك يا اسطى. استغفر الله العظيم. بقول لك اقف يا عم. انا وقفت انا ده. انت ما حسيتش باي فرق؟ انا ده. طيب ماشي انت فين دلوقتي؟ يا عم انا واقف. بص انا اللي بلعب في حاسس باي حاجه فوق؟ طب ماشي يلا اجري في المكان اجري. اللي يجري في المكان ده كمان. اجري في المكان اجري في المكان. اللي مضايقني بقى الكابتن معدي قال لي عاش وليد. وانا بلعب انا بيتلعب بيا يا برنس. المهم دايما هتلاقي اكتر ناس بيحبوك في حياتك هم مين؟ اسرتك، الاب والام واخوك الصغير بين قوسين حسبي الله ونعم الوكيل. انا امي لما تيجي تصحيني من النوم بتصحيني من النوم ازاي؟ تدخل الاوضه تلاقيني نايم، تبص لي بصه قذره جدا. انت نايم؟ اصحى 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 اصحى. احمد دفعتك شغال في شركه طيران بيقبض $3000 في الشهر وانت نايم. محمود ارتبط بمي وفركش ورجع وانت نايم. ابن عمك اتجوز وخلف ولدين وانت نايم. طب انا اصحى ليه؟ يعني الناس حققت كل احلامها وانا نايم، ولو كان في ذره امل هصحى اكمل بيها حياتي، ماتت وانا نايم. ماتت. يعني مش فاهم. ابويا لما يجي يصحيني من النوم يصحيني زي الحاج، راح داخل على باب الاوضه، الستاره، بطانيه، انت نايم. طبعا انا صحيت متعور صحيح بس صحيت يعني. لما انا مبقاش بالنسبه لهم حد مهم يبعتوا لي مين؟ هذا الكائن اخويا الصغير، وهذا الكائن صاحب مزاج حبتين. يجي على الاوضه ما يرضاش يقول لي وليد اصحى يلا هوبا وروح ماشي، لا كده الموضوع خلص. لا ده يجي عند باب الاوضه، وليد يا وليد وليد يا وليد وليد يا وليد وليد يا وليد يا وليد قول لي نايم كده ليه؟ يا وليد الساعه 12 قوم الحق.
الواد عمل ألبوم وانا نايم. طبعا انا مجهز الحزام واروح طاير وراه وما بحصلوش، يروح يقول لابويا وليد ضربني، وليد ضرب. ابويا يقول لي بتضربه ليه؟ انت ما عندكش دم. اقول له اقسم بالله ما ضربتوش لاني ما لحقتوش. بس برضه بتهزق. عشان كده نصيحه مني ليكوا، حاولوا تلحقوا اخوكوا الصغير وتضربوه عشان التهزيق يبقى بسبب، واللي مش عايز يضرب اخوه الصغير يجي يضرب اخويا انا. كل اللي هيكلمك تذكره طيران وانا مش اي مشكله. حسبي الله ونعم الوكيل. الاسره المصريه دايما مشهوره ان هم كلهم واخدين، او الاسره العربيه تحديدا واخدين كورس صيدله بالفطره، كلهم دكاتره بالفطره كده بدون اي مؤهلات. انا مثلا اروح لماما اقول لها ايه؟ مش عارف ماما بطني بتوجعني، اخش الحمام. اروح لابويا اقول له مش عارف يابا عينيا مزغلله ومش سهر على النت 24 ساعه. محدش هيقول لي اكشف مره. نفسي اشوف دكتور، نفسي اخش عند دكتور يقول لي قول اقول له عيب كده، يعني نفسي نتعامل، يعني يخش يقول لي نام على البتاع يا ابني حبيبي اي حاجه. اروح لامي اقول لها مش عارف في نغزه هنا مش عارف ايه ده، بتقول لي دف نفسك. اروح لابويا اقول له تعبان وركبه مش شايلاني، يقول لي ارحم نفسك. شكرا جدا ليكم كنت معاكم النهارده، ميرسي جدا. تحيه كبيره قوي لوليد ابو المجد يا جماعه. وليد انت بقالك قد ايه بتعمل ستاند اب كوميدي؟ بقالي سنه وشويه. انك خطير يا وليد يا جد. ربنا انت يعطيك جميله والله العافية. العظيم. ازاي يعني في فرق بقى ان هو ازاي ان انت بترصد الكلام ده وبتسخره ان انت تخليه ستاند اب كوميدي، البروسيس ده بيبقى شغال معاك ازاي؟ هو انت الحاجه اللي وجعاك زي دي انت في الاخر هتموت، يعني ورق الجوافه هيموتنا كلنا في الاخر يعني. فانت بتتكلم ان انت لازم تختار الموضوع. بختار مثلا ان انا عايز اتكلم على الديفوهات الاسره كلها، لان هم فعلا اكتر ناس بيحبونا، بس هيودونا في داهيه يعني في الاخر يعني. اللي هو بيحبونا حب قاتل يعني. فهو الموضوع بقى موجود، فانا هبتدي انتقده بقى. فلما باجي انتقده كل الكوميديا بتطلع بقى من ان هو ان اللي بيحصل ده كوميديا في حد ذاته. زيت الضيف بتاعنا، الضيف ده انا قاعد بيعيط دلوقتي، فيظهر ان في خبره واقعيه يعني حصلت. موضوع الاخ ولا الاب ولا الام ولا انت الأب. نايف. وليد فعلا انت يعني احنا استمتعنا بيك ومتعتنا. تحيه كبيره قوي 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 لوليد ابو المجد اللي اكيد هنشوفه تاني في زهرة الخليج ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم بعديه على طول. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل لأكيد نواصل مع فنان حسين المهدي. بس قبل فعلا حسين ما نختار موضوع، أدهم حقيقة وليد خطير. وليد جد يعني يعني أيوة تحفة جد. يعني خفة دم فيه وإطلالة أكثر من رائعة وفعلا متمكن حقيقة يعني. وأنا فعلا أتمنى إنه يكون معانا في حلقات جاية انا بإذن فطست الله. من الضحك صراحه. إيه لا يستاهل. لا وليد انا مع ان انا كوميديان واصعب حد تضحكه هو الكوميديان. صح. و- أنت شخصيا ضحكت. انا بقى وخصوصا سبحان كمان ان انا كنت امبارح قاعد معاه وكان قاعد بيقول لي انا بفكر اقول كذا وبفكر اقول كذا، فانا سمعت الماتيريال بتاعه وانا اصلا صعب ان انا اضحك، وانا قاعد دلوقتي بتفرج عليه المره الثانيه برضه بضحك. هذا دليل وليد فعلا أكتر من نجاح رائع وانه فعلا فعلاً. تفكر. حسين انت ما شفت حسين شو صار له؟ انا سامع حسين بيموت ورايا. الله يديم لا الضحك. عسل ما شاء الله عليك، وياكم يا رب الله ان شاء يديم الله. عليك.